تعال اقول لك على الاوردر بتاعي في شريمب اناتومي وتدفع فيه كام. افرش يا باشا. والاوردر جمبري سويت كيجن، رجه بس كده وننزله بقى. والاكله دي ميزتها ان انت ممكن تاكلها بايدك او تاكلها بمعلقه او تاكلها بكذا طريقه هوريها لكم، ففيها فرايتيز كتير، فالموضوع بيكون ممتع مع عصره ليمونه بقى. انا شايف البورشن الشريمب الواحد 400 جرام، يعني انا بس مش عارف امسكه كتير عشان هو مولع، بس ده الاوردر المفضل ليا هنا في شريمب اناتومي، السويت كيجن شريمب. بس تعالى اوريكم باكل ازاي. السمك بتاعه ما فيهوش اي زفاره، وفي نفس الوقت بيكون فريش وينزل بقى في الصوص. يعني انت لو خدت شويه صوص كده بس ايه نزلته عليه بيدي بقى طعم مختلف تماما للجمبري اللي احنا متعودين عليه في محلات السي فود. الرز بيتعمل ستيم، ما يكونش عليه بهارات عشان بينزل عليه الصوص، فالطعم يكون بالانسد قوي مع حته جمبري كده. جرجرايه، اهم حاجه الجرجرايه. واماكن كتير قوي بتعمل السويت كيجن صوص، بس انا بالنسبه لي الشريمب اناتومي هو احسن واحد. عنده التوابل والصوصات بتاعته فعلا مختلفه، مفيش اي لعب في ريسيبيز، الكواليتي ثابته في كله. فجربوا السويت كيجن مع الشريمب خطير. وما تنساش بقى بين كل قطمه وقطمه قطمه